سينما ثورية. مهرجان وهران هذه السنة خصص فقرة مميزة لتسليط الضوء على تجربة سينمائية وإنسانية بالدرجة الأولى. مسافة صفر، تجربة 22 مخرج من مبادرة المنتج رشيد مشهراوي. أدعو صديقي رشيد مشهراوي لحضور على المنصة لإلقاء كلمة على هذه التجربة. مساء الخير للجميع. مع حفظ الألقاب، أنا كتير سعيد ومتأثر كمان إنه جايين إحنا اليوم على مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي اللي كنا بنستناه، اللي أنا كمان تشرفت في أحد الدورات السابقة برئاسة لجنة تحكيم هذا المهرجان. اليوم إحنا هون بمبادرة اسمها أفلام غزة من المسافة صفر. المبادرة هي مكونة من 22 فيلم قصير عمله مخرج ومخرجة من فلسطين خلال الحرب الجارية. أولاً خليني أشكركم وأقدم تحيات السينمائيين اللي موجودين حالياً تحت الحرب. تحيات من غزة للجميع، وشكر كمان من غزة لمهرجان وهران اللي دايما بيعطي مساحة للسينما الفلسطينية، والمرة هاي كمان في مساحة كبرى للسينما الفلسطينية. احنا السينمائيين رغم كل شيء متمسكين بالحياة، متمسكين في الأمل، متمسكين في بكرة، ومتمسكين بالسينما. السينما اللي بتحافظ على الأمل، السينما اللي بتصنع الأمل، السينما اللي لو مش موجود رح تخترع الأمل. عشان هيك شكرا للجميع وشكرا لمهرجان وهران. شكرا.